مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. عايزين نعرف إيه هي مؤشرات الأداء الرئيسية. أقول لك ملخص سريع كده عنها. هي أدوات قياس بتستخدم لتقييم الأداء وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات، وهي مهمة جدا لضمان تحقيق معايير الجودة وتحسين عمليات الإنتاج بشكل مستمر. هنتعرف عليهم خلال ثواني عن ال KPIs ال Key Performance Indicator. هنعرف دلوقتي أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لجودة المصنع. أول مؤشر معانا هو الديفكت ريت، معدل العيوب. دي طريقة القياس بتاعته عدد المنتجات التالفة أو اللي فيها عيوب مقابل إجمالي الإنتاج. أهميته بيساعدنا نحدد جودة الإنتاج وكفاءة عمليات التفتيش والتحسين المستمر، وطبعا هدفه تقليل عدد العيوب بنسبة معينة. تاني مؤشر عندنا وهو معدل الانحراف عن المواصفات. ده بيقيس إيه؟ بيقيس مدى الانحراف عن المعايير والمواصفات المحددة للمنتجات. أهميته بيساعدنا على ضمان إن المنتجات بتفي بالمتطلبات الفنية والتشغيلية المحددة، وطبعا هدفه تقليل الانحرافات عن المواصفات والحفاظ على استقرار الإنتاج. ثالث مؤشر معانا هو معدل الخلل في الآلات، وده بيتقاس بعدد الأعطال أو التوقفات في الآلات خلال فترة معينة. أهميته بيعكس كفاءة الصيانة والتشغيل في المصنع، وهدفه تقليل التوقفات وتحسين الأداء العام للمعدات. رابع مؤشر معانا وهو معدل استخدام الموارد. المؤشر ده بيقيس مدى كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة والأيدي العاملة، وطبعا أهميته بيعكس كفاءة استخدام الموارد وبيساعد في تحسين التكلفة. طب هدفه تحسين كفاءة الموارد وتقليل الهدر. خامس مؤشر معانا وهي القدرة الإنتاجية، وده بيقيس قدرة المصنع على إنتاج كمية معينة من المنتجات فترة زمنية محددة، وأهميته بيساعد في تحديد قدرة المصنع على تلبية الطلب. هدفه زيادة القدرة الإنتاجية وتقليل الفقر. سادس مؤشر معانا هو معدل الحوادث أو الإصابات، والمؤشر ده بيقيس عدد الحوادث أو الإصابات اللي حصلت في المصنع، وأهميته بيعكس مدى أمان بيئة العمل والسلامة للموظفين. هدفه طبعا تقليل الحوادث والإصابات وتحسين سلامة العاملين. سابع مؤشر معانا هو معدل رضا العملاء، وده بيتقاس عن طريق ردود فعل العملاء والشكاوي المتعلقة بجودة المنتج. أهميته طبعا ده مؤشر حيوي جدا لمعرفة مستوى رضا السوق والعملاء عن منتجاتنا، وهدفه هو تحسين جودة المنتج لتلبية توقعات العملاء. تامن حاجة معانا وهي معدل المرتجعات ريتيرن ريت. المؤشر ده بقى بيقيس عدد المرتجعات بسبب مشاكل في الجودة، وأهميته طبعا بيعكس مدى رضا العملاء عن الجودة بتاعتنا. مش بس كده، بيعرفنا كمان المشاكل اللي موجودة في المصنع، وهدفه تقليل معدل المرتجعات من خلال تحسين الجودة والرقابة على الإنتاج. تاسع مؤشر عندنا هو معدل التسليم في الوقت المحدد. طريقة القياس بتاعته هي عدد الطلبات اللي تم تسليمها للعملاء في الموعد المحدد. أهميته بيعكس كفاءة الجدولة والإنتاج في المصنع. هدفه تحسين المواعيد النهائية للطلب وتوفير الاحتياجات في الوقت المحدد. عشر مؤشر معانا والأخير ومعدل التغذية العكسية فيدباك. المؤشر ده بيقيس عدد المرات اللي بيتم فيها معالجة التعليقات أو الملاحظات المتعلقة بالجودة من الموظفين أو العملاء. بيساعد طبعا على تحسين العمليات، وهدفه تعزيز التواصل الداخلي والخارجي وتحسين الأداء استنادا إلى التغذية العكسية. KPIs مهمة جدا لمشروعك. وكده عرفت أهم مؤشرات الأداء اللي هتعرف تنجح بيها مشروعك بسهولة جدا. وبس كده.